السي ار او ده عامل زي الماتش اللي شغال على ارضيه البيزنس بتاعك. ماتش شغال، بتبدا انك انت تعمل خطط عشان تعرف تسجل اهداف. بس زي ما احنا عارفين اي مباراه او اي لعبه عموما ليها قواعد. لازم في قواعد نلتزم بيها طول ما احنا بنلعب المباراه دي، عشان في الاخر لما بنسجل اهداف او بنعمل بيرشز او نجيب ليد، كل ده بيضخ فينا ادرينالين جامد، عشان احنا عملنا مجهود كبير جدا وعملنا تحركات كتيره جدا عشان نقدر نسجل الاهداف دي. في فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح ايه هي السي ار او رولز اللي مفروض نلتزم بيها لما نبدا عمليات تحسين معدلات التحويل للويب سايت بتاعنا. هنبدا اول رول وهي الاودينس. دايما لازم تبدا من اليوزر، لازم اليوزر هو يبقى الهيرو. طيب احنا كل قاعده هنقولها ونشرحها ونقول actionable steps او نقول خطوات قبل للتنفيذ بالنسبه للقاعده دي. اول حاجه في الاودينس او في اليوزر ريسيرش، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان شاء الله هنعمل فيديو مستقل عليها، اللي هي اليوزر ريسيرش في السي ار او او في conversion rate optimization. عشان الاودينس او اليوزر هو اللي بياخد الاكشن على الويب سايت بتاعك، هو اللي بيجيب لك الفلوس، هو اللي بيشغل البيزنس بتاعك. فلازم ابقى فاهمه كويس جدا. اول حاجه ان انا بعمل فيدباك، اتصل بالناس، احط فورمز على الويب سايت، اعمل سيرفيز، اشوف الهيت مابس بتاعتي على الويب سايت، اعمل اي كاستمر او يوزر فيدباك، بحيث ان انا اخد حاجات من اليوزرز، افهم ايه هي الحاجات اللي بتحفزهم، ايه الاعتراضات اللي عندهم، وابدا ان انا اعملها في قائمه من الريسيرش اللي انا عملته ده. اعمل قائمه بالاعتراضات، بالمحفزات، الحاجات اللي هم مش بيقدروا يعملوها او مش عارفين يعملوها، مش قادرين يوصلوا لها، الويب سايت فيه مشاكل معينه. كل ده بقدر اخده من الفيدباك او اليوزر ريسيرش، ودي خطوه مهمه جدا جدا في عمليه السي ار او. بعد ما باخد بقى الاوبجكشنز وبعد ما باخد الموتيفز، ببدا ان انا اكريت مسج لليوزر ده بناء على الريسيرش اللي انا عملته. ودي اهم برضو خطوه، ان انا اعمل المسج بتاعي او اوجهها، اخليها تيلورد او موجهه لليوزر ده بعد ما عملت البحث عنه. فانا مش شغال عمياني، مش شغال وانا مش شايف، لا انا شغال على خطوات محسوبه وفيدباك جاي من العميل نفسه. دي اول قاعده. تاني قاعدة ان انا بعمل الاختبارات بتاعتي باهداف معينة. يعني ايه؟ يعني ان انا لما باجي اعمل تيست بعمل حاجة اسمها تيستينج فريم ورك. يعني انا مش بروح كده اغير حاجة معينة او اغير جزء معين في الويب سايت بتاعي بدون ما انا ابقى عارف ايه اللي انا عايز اطلعه من التيستينج ده. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا لما اجي اعمل تيستنج فريم ورك، اشوف ايه البيزنس جول بتاعي، ايه الهدف اللي انا عايز اوصل له من السي ار او، من تحسين معدلات التحويل. ايه الهدف؟ عايز ازود الساين ابس، عايز ازود البيرشيزز، عايز اعمل ايه من التحسين لمعدلات التحويل، بحيث ان انا ما ابداش اشتغل عشوائي، اغير مثلا هنا هيدنج، هنا اغير كلر بتاع البوتن، هنا اقلل التكست شويه. لا، انا لازم ابقى فاهم الحاجه اللي هتاثر على البيزنس جولز بتاعتي، او التغيير اللي هيأثر على الويب سايت او على البيزنس ككل. وابدا بعد كده، بعد ما عرفت بقى خلاص يوزر ريسيرش، وعرفت عندي ان انا مثلا عندي فرضيات، مثلا الفريم وركس دي اللي هي زي الفرضيات، حاجه زي الفرضيات كده، انك انت تقول لو انا غيرت الجزئيه دي هتزود عندي حاجه في البيزنس جولز. يعني مثلا انا عايز فورم سبميتس مثلا، فانا لو رفعت الفورم من تحت اسفل الصفحه حطيته في اول الصفحه، هل هترفع معدلات التحويل؟ دي بالنسبه لي اسمها فرضيه. ببدا ان انا اعمل الفرضيه دي، احولها لتيست، سواء كان اي بي تيست او مالتي فاريت تيست. ببدا ان انا اعمل كذا نسخه، نسخه في نص الويب سايت، نسخه في اول الويب سايت، نسخه في اخر الويب سايت، وابدا ان انا اشوف او اعمل الريسيرش او الاي بي تيست بتاعي او المالتي فاريت تيست، اعمله واشوف انهي جزء هو اللي نجح. لازم ابقى فاهم النقطه دي كويس، وده طبعا بعد ما اتفقنا ان احنا لازم نكون عاملين اليوزر ريسيرش كويس. ثالث قاعده بقى معانا وهي القاعده بتاعت ان انت الحاجه اللي تشتغل معاك او الحاجه اللي اشتغلت مع الناس التانية مش شرط ان هي تشتغل معاك. كنت عملت
فيديو قبل كده خاص بموضوع السي ار او، واتكلمت فيه على نقطة الاكسبرت اوبينيونز والبيست براكتسز، ان احنا اولى خطوات تحسين معدلات التحويل بتبدأ معانا من نقطة الآراء الخبراء وأفضل الممارسات اللي موجودة في السوق حاليا، لأن أنا لازم يبقى عندي نقطة أبدأ بيها، نقطة بداية أبدأ بيها، وبعد كده أبدأ أحسن عليها. لكن مش طبيعي إن أنا أقول مثلا إن اليوزر بتاعي حتى بعد ما عملت الريسيرش عليه إن هو هيعمل كده. لا، أنا مش ضامن إن هو هيعمل كده، مش ضامن إن هو ياخد الأكشن بالطريقة دي، مش ضامن إن هو يتفاعل مع صورة أو فيديو. أنا لازم أبقى شايف إيه اللي بيحصل في الاندستري بتاعتي وأبدأ إن أنا أطبقه. طب ما فيش حاجة في الاندستري بتاعتي، أشوف اندستريز مشابهة وابدا ان انا اخد افضل الممارسات فيها واطبقها على البيزنس بتاعي. دي اولى الخطوات اللي احنا بنبدا بيها. بس في حالات كتيره بتحصل ان انت اللي هيشتغل مع غيرك مش هيشتغل معاك، عشان كده لازم تحدد اليوزر سيجنالز او الاودينس سيجنالز بتاعتك. اليوزر لما بيخش بيتفاعل مع البيزنس بتاعك ازاي، بيشتري ازاي، ممكن يكون بيتعامل بطريقة تاني غير الطرق اللي انت شفتها في بيزنسز تانية، ممكن بيتفاعل مع البيزنس بتاعك انت بطريقة معينة. بتبدأ انك انت تختبر اشكال من الكونتنت بتاعك، سواء تخليه فيديو او تخليه ايمجز، بحيث ان انت تبقى فاهم الكرييتيفز بتاعتك انهي افضل بتشتغل. يعني انا ساعات اعمل اعلان مثلا الاقي ان الفيديو يشتغل يروح يطير، وبعد كده اجي اجرب صورة الاقي الصورة ما بتشتغلش احسن حاجة. برودكت تاني او بزنس تاني الاقي العكس تماما. فمش شرط ان الحاجة اللي تكون اشتغلت مع غيرك تشتغل معاك. دي حاجة مهمة جدا جدا ولازم تحطها في الحسبان. بعد بقى ما عرفت كل اللي بيشتغل معايا وعرفت اللي مش بيشتغل معايا، ابدا انا بقى اعمل عمليه دوكيومنتيشن، توثيق للي حصل معايا، ايه الاوتكمز اللي جات لي بعد ما طبقت الجزئيه دي، وابدا افهم الجزء اللي انا مش بيشتغل معايا واسيبه، وابدا احسن من الجزء اللي بيشتغل معايا او اللي شفته بيشتغل بره واشتغل معايا. ده بالنسبه للرول الثالثه. اخر رول بقى وهي انك انت تحسن كل جزء من الفانل بتاعتك. انك انت لازم كل جزئية من الفانل بتاعتك تبدأ انك انت تحسنها. طيب دلوقتي انا لما باجي الاعلان بتاعي بيودي على الصفحة، بيودي على الفيديو، بيودي على الفورم، بيودي على اي حاجة، لازم اعمل مابينج للفانل بتاعتي end to end. لازم ابقى فاهم اليوزر من ساعة ما خدته من الاعلان لحد ما بقى ليد بيعمل ايه بالظبط. وكنت اتكلمت على موضوع المايكرو كونفرجنز في فيديو سابق لسه منزله قريب على القناة، على موضوع المايكرو كونفرجنز، ان انا لازم اعمل دايما لازم اعمل لها انهانسمنت وادجستمنت، ان انا لازم ابقى متابع اليوزر من اول ما دخل ايه الخطوات اللي هو بياخدها لحد ما يبقى ليد او لحد ما يعمل بيرشيز. عشان مهم جدا ان انا ابقى فاهم الخطوات دي، عشان لما يبقى في خطوة بيحصل فيها دروب جامد افهم الجزئيه دي. مثلا يعني في اول الفانل، توب اوف فانل مثلا، ان التوب اوف فانل عندي جامد جدا، ان الناس بتخش من الاعلان الكرييتيف كويس، بس تيجي تبص لبوتوم اوف فانل او ميدل اوف فانل، تبص تلاقي ان العملاء عماله تطلع بطريقه مش كويسه جدا، يعني بطريقه بتخسر. فانا عمال ادفع الاعلان بخسر، الاعلان شغال كويس بس الفانل نفسها مش شغاله كويس ومفيش بيرفورمانس كويس. فببدا ان انا ابص على المايكرو كونفرجنز عشان ابدا اتابع اليوزر بتاعي من اول ما يخش الفانل لحد ما يبقى ليد. واخر حاجه بقى اللي هي الداون ستريم افكتس، انك انت بتعمل قياس لموضوع الداون ستريم افكتس، اللي هو زي ما قلت لك بتبدا تتابع اليوزر. انت دلوقتي ممكن التوب فانل عندك ممتازه، اليوزرز بيخشوا بيملوا الفورم ممتازه، بس عندك مشكله ان هم اللي بيحولوا ليد ما عندهمش ريتنشن، ما بيرجعوش تاني، ما بيتواصلوش معاك. في مشكله في الفانل، في بقيه الفانل. انا دلوقتي مثلا قلت لهم ان انا هتواصل معاك واتساب، لما بخش اتواصل معاهم واتساب ما بيردوش عليا مثلا، فهنا مفيش ريتنشن، هنا مفيش رجوع. انا كده ما حفزتهمش، او كده انا ما عملتش اوبتمايز للجزئيه دي بحيث ان هم يرجعوا يكلموني تاني. او ان انا مثلا ابعت لهم ايميلز او ابعت لهم اس ام اس عشان لما يجوا يحضروا المكالمه بتاعتي اللي حجزوها عن طريق الكالندر. كل الحاجات دي اسمها داون ستريم افكتس، اللي هو من اول ما اليوزر يخش الاد ويخش في الايكو سيستم بتاعي ويبدا ان هو يتحرك، واقدمه خطوات كتيره زي ما قلنا في المايكرو كونفرجنز. ابدا ان انا اقدمه خطوات كتيره عشان يوصل لمرحله الكلوز او يبقى ليد او يعمل بيرشيز. ده بالنسبه للفور رولز او الاربع قواعد اللي محتاجين لازم ولابد ان احنا نمشي عليهم
في اي عمليه تحسين هتخليهم في دماغك. انت في حاجات كتيره قوي احنا بنعملها واحنا بنعمل السي ار او. زي ما قلنا بنعمل يوزر ريسيرش، وبنبدا بعد كده نبني على اليوزر ريسيرش، وبنعمل بقى اي بي تيست، وبنعمل فرضيات، حاجات كتيره جدا. بس لازم انت دلوقتي لما بتيجي تلعب ماتش بيبقى في دماغك ان القاعده لو انا ضربت لعيب، اللعيب هيقع، هتبقى فاول عليا. فهو دي الفكره، ان انا القواعد دي بحطها في دماغي، خليها موجوده في دماغي، بحيث ان انا وانا ماشي في البروسيس بتاعه السي ار او ابدا افهم اعمل ايه. او هنا مثلا في النقطه دي المفروض ان انا هعمل ايه، المفروض ايه الرول اللي انا امشي عليها هنا. ده كان بالنسبه لي السي ار او رولز. السي ار او عمليه متطوره بشكل مستمر، يعني مش بتقف عند خطوه معينه او عند قاعده معينه او عند مرحله معينه. انت بتفضل طول ما انت البيزنس بتاعك شغال بتبدا انك انت دايما شغال سي ار او. عشان كده هي عمليه تطويريه لازم تفضل شغال عليها في عمر البيزنس بتاعك ككل. سواء بقى مش شرط كلاندنج بيج بس، كاعلان لاندنج بيج، كعمليه متابعه مع العميل عشان تزود عمليات الريتنشن. ده كان بالنسبه للفيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو استفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه جدا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.